اروح لجزء مهم جدا جدا، وهو اليوم خبر كان سعيدا لجمهور الاهلي. ودائما وابدا بقولها انه ما يحدث للاهلي هو شيء مشرف بالضروره. الاهلي يشارك في بطوله كاس العالم للانديه للمره الثامنه، وهي مشاركه تاريخيه بكل ما تحملها الكلمه من معنى. بابا الشغلانه في افريقيا موجود في كاس العالم للانديه. سيبك من الهرطقه الزائده عن اللزوم اللي ليها علاقه بانه طب ازاي وانت تبقى وصيف وتروح ده كلام هرطقه يا جماعه، ما تشغلوش بالكم بيه. كلام الكوره الحقيقي بتنظمه لوائح، وزي ما اللوائح في يوم من الايام لم تكن في من نصيب الاهلي وجت عليه ظلما فيما يتعلق بامور هكذا وصفناها ظلما بسبب الاتحاد المصري بتاعنا والبريدج اللي حصل، الكوبري اللي حصل، والثلاث ورقات هي هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا، فانت ما عرفتش الخطاب وراح فين لحد دلوقتي. وما عناه الاهلي كانت امور لائحيه فقط. الجانب الاخر اخذ بالامور اللائحيه، فهي برضو بتبقى احيانا برضو على الكيف. فارجو الناس ما تلتفتوش، افرحوا يعني افرحوا بالاهلي وافرحوا بالطلعه اللي جايه وافرحوا بكاس العالم للانديه. هذا هو ما يستحقه النادي الاهلي. هو الاهلي جابوه من البيت قالوا له تعالى، ولا الاهلي كان وصيف البطوله الافريقيه؟ هو وصيف البطوله الافريقيه، يعني لم يتم ترشيحه بناء على انه تعالوا يا جماعه هنجيب النادي الاهلي عشان هو تاريخه، بس عشان الاهلي عنده شعبيه كبيره فاحنا هنبقى عايزينه. دي اسباب على فكره مهمه، لكن مش هي دي الاسباب اللي هتوديه كاس العالم للانديه. الاهلي راح عشان هو وصيف هو وصيف البطوله الافريقيه اللي وصلها بدراعه للمره الثانيه، كانت على التوالي، للمره الثانيه على التوالي، كانت وقت بيتسو موسيماني بالمناسبه. على جمهور الاهلي ان يسعد جدا 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 بان يذهب الاهلي الى كاس العالم للانديه. وان كنت بقول كده بقول برضو انه لابد وان يكون في مخيله، الكلام اللي انا بقوله ده مهم جدا جدا جدا، لابد ان يكون في مخيله لاعبي الاهلي واداره الاهلي والجهاز الفني للنادي الاهلي ان ما قدمه الاهلي في النسخ الماضيه في كاس العالم للانديه هو شيء مشرف، وعليه ان يكون هذه المشاركه وان تكون هذه المشاركه اكبر بكثير جدا جدا، ولما لا يفوز الاهلي بكاس العالم للانديه. اتمنى انه اللعيبه تروح بالحته دي، بالدافعيه دي. احنا هنروح نجيب كاس العالم، انت بتقول لي بقى اللي كسبان كاس، انا هروح العب كاس العالم للانديه، فانا رايح اكسب كاس العالم للانديه. اللي بيعمل كده هياخدها ماتش ماتش هيوصل لهدفه. انا عايز اشجع الاهلي بقلبي وروحي وكل حاجه في كاس العالم للانديه. احنا كاس العالم للمنتخبات مخلي الواحد قد ايه شاف المنتخبات بتتباهى بنفسها، والكلمه اللي قالها الاستاذ حسن مستكاوي كبرياء الامم. والاهلي هو ممثل مصر بكل تاكيد في هذه البطوله، وبالتالي انا بتمنى ان الاهلي يعملها، واتمنى ان الاهلي يخطو خطوات قويه جدا جدا جدا.